ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده سلطه كول سلو زي كنتاكي بالظبط. عايزين تعرفوا ايه هي اسرار سلطه كنتاكي وازاي بتطلع حلوه؟ هقول لكم النهارده شويه حاجات خلي بالنا منها وان شاء الله هتطلع زيها بالظبط واحلى كمان. اول حاجه هيكون معانا كرومبه بيضه زي كده. ممكن نجيبها حجم صغير، ممكن نجيبها حجم كبير زي ما احنا حابين. المهم نشيل الورق الاخضر من عليها من بره وناخد القلب بتاعها الابيض اللي زي ده. هنقطع بقى، ممكن التقطيع يبقى ناعم جدا بالسكينة، وممكن في الكبة، وممكن نبشره بالمبشرة. أي طريقة هتبقى صح. المهم اللي احنا ننعم الكرنب خالص. الكبة هتخليها ناعمة زيادة شوية. اللي حابب اللي هي تبقى ناعمة قوي يعملها في الكبة. اللي عايزها خشنة شوية ممكن في المبشرة. يعني نبشرها بالمبشرة أو بالسكينة نقطعها ناعم جدا. لكل كرومباية كبيرة هناخد 3 جزرات. هناخد نص الكرومباية هتبقى جزرة أو جزرة ونص أو جزرتين صغيرين. الجزر بيبقى يعني حوالي 10% من حجم الكرومبة. يعني احنا نقدر حجم الكرومبة قد ايه، نشوف 10% من حجمها يبقى جزر. الجزر بيبقى قليل جدا زي ما بناكلها بره بالظبط، ما نكترش كتير جزر. علشان ناخد سلطة زي اللي بنشتريها جاهزة بالظبط وما نقولش هي مختلفة ليه. انا بعملها ناعم جدا ليه؟ لان ممكن اكلها في نفس اليوم. السلطة لما بتبقى ناعمة جدا بتشرب التتبيلة بسرعة وبتنزل ميتها بسرعة، يعني ممكن في خلال 3 ساعات تبقى جاهزة اللي احنا ناكلها. ممكن تقعد معانا باليومين والتلاتة والأربعة. سلطة الكول سلو كل ما بتقعد كل ما بتبقى أحلى في الطعم وبتشرب التتبيلة أكتر. والكرنب نفسه بيطرى شوية. يعني الملح والسكر احنا بنحطه عليه بيطري الكرنب تاني يوم وتالت يوم. فأحلى حاجة ناكل السلطة تاني يوم. عايزين ناكلها في نفس اليوم هنعملها ناعمة جدا عشان تشرب التتبيلة بسرعة. هنضرب الجزر زي ما ضربنا الكرنب بالظبط في الكبة. مش ضربات ورا بعض علشان ما يبقاش ناعم جدا، احنا عايزينه خشن سنة زي كده. شايفين هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. برضو ممكن نبشره بالمبشرة هيدينا نفس النتيجة. هنحط بقى الجزر، شايفين حجم الكرنب على حجم الجزر. هو ده الكمية اللي احنا عايزينها من الجزر بالظبط، مش عايزين اكتر من كده. نيجي بقى للتتبيلة التحفة اللي انا معتمداها، اللي بعملها على طول وبتديني نفس طعم السلطة اللي باكلها في المطاعم وباكلها بره. مكونات الدريسنج اللي احنا هنسقي بيه السلطة ايه؟ هيبقى معايا كوباية لبن، علبة زبادي، ربع كوباية مايونيز، 4 معالق سكر، معلقتين عسل كبار، رشة ملح. كل ده هنخلطه ببعض دلوقتي، بس هقولكوا على حاجة ممكن نزودها واحنا بنتبل الكرنب. هنحط الأول السكر، كمية السكر معقولة جدا. احنا هنحط 4 معالق سكر ونص معلقة ملح صغيرة. السكر ده حسب الرغبة، يعني احنا عايزينها مسكرة شوية ممكن نزود، عايزين اقل شوية، بس هي احنا بناكلها بره مسكرة فلازم نلتزم بكمية السكر وندوقها ونشوف لو عايزة سكر تاني ممكن نزود. ممكن نخلي الكمية كلها عسل نحل، بس انا حبيت اخلي جزء كده وجزء كده. هنحط كوباية اللبن مع رشة الملح مع معلقتين العسل مع 4 معالق السكر، وهنقلب كل ده في بعضه لغاية ما يمتزج كويس جدا. ممكن نضربه بالهاند بلندر بس هو مش محتاج، يعني هي ضربتين خفاف كده بالإيد هتلاقي كله اختلط ببعضه. هننزل بقى الدريسنج ده على السلطة، على الكرنب والجزر اللي معانا اللي احنا بشرينهم ناعم جدا او ضاربينهم في الكبة. وزي ما بقول لكم هندوق واحنا شغالين، لو عوزنا اللي هي تبقى مسكرة شوية هنزود سكر او عسل نحل. وبرده ممكن نزود كمان لبن لو احنا حسيناها اللي هي ناشفة شوية ومحتاجة تبقى جوسي شوية. احنا لو كلناها في نفس اليوم هنعمل كده. لو هناكلها تاني يوم هي نفسها هتنزل ميتها من الملح اللي احنا حطيناه عليها، والمايونيز والزبادي كل ده هيطر الكرنب هينزل ميته تاني يوم. بس هي كده جاهزة اللي هي تتاكل في نفس اليوم. شايفين احنا عايزينها تبقى كده، يعني ندوس عليها تطلع السوائل اللي فيها. هي سلطة الكول سلو بتبقى كده في المطاعم وبناكلها بنفس الشكل، والطعم ان شاء الله هيعجبكم، هيبقى نفس الطعم اللي احنا بناكله بره. في اضافة كمان في بعض الناس بيحطوها، او ممكن بعض المطاعم بيحطوها، البصل المبشور ناعم جدا او مضروب في الكبة برضو. البصل ما بيبقاش طعمه باين او شكله باين، بس بنحط كمية قليلة جدا لو احنا عايزين نغير شوية في سلطة الكول سلو. انا عن نفسي ما بحطش بصل لان بقعدها يومين وتلاتة، فما بحبش ريحة البصل تاني يوم او تالت يوم. جربوا كده وجربوا كده، والطريقة اللي تعجبكم اعتمدوها. كده كده هي نفس الخطوات ونفس الكميات للمايونيز والزبادي. الزبادي فايدته اللي هو بيتقل الصوص شوية وبيخلي الطعم غني كده واحنا بناكله، فجربوها برضو بالزبادي حلوة جدا.
يا رب يبقى الفيديو عجبكم، بس ما تنسوش اللايك لو عجبكم والشير عشان ناس كتير تستفاد. باي باي.